كما أسلفت ذكرى في العناوين، أمن طنجة يحقق في جريمة مقتل الطالب أنور رهن الاعتقال حاليا المشتبه الرئيسي، هي فتاة قاصر في 17 من عمرها، في انتظار أن يكشف التحقيق عن تفاصيل ما وقع في ليلة مقتل أنور. صديق منسينا. في واحدة من هذه الشقق بحي مسنطني والمحلي في يوم السبت الماضي عثرت أسرة الضحية على ولدها الطالب الجامعي جثة هامدة مدرجة في الدماء. كان المشهد صادما، وتم استنفار المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا معمقا مستعينة بكل الوسائل المتاحة ليتم تحديد هوية المشتبه في ارتكاب هذه الجريمة في ظرف قياسي لا يتعدى 48 ساعة، ويتعلق الأمر بفتاة قاصر تقطن بتطوان. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبمؤازرة المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمدينة تطوان من تشخيص هوية المشتبه فيها الرئيسية وإيقافها. ويتعلق الأمر بفتاة قاصر، كما تم إيقاف أحد أفراد عائلتها ثبت تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإخفاء أشياء متحصلة منها. وتتواصل إجراءات البحث القضائي مع المشتبه فيها الرئيسة وأحد أقاربها تحت إشراف النيابة العامة لتحديد جميع ملابسات هذه الجريمة ودوافع ارتكابها، والتي أودت بحياة طالب جامعي لا يتعدى عمره 20 عاما.